اهلا بيك في كافي دوز، المكان اللي هتشوف فيه القهوه والتحفيز والوعي. النهارده هنتكلم عن مهاره هتفيدك جدا في حياتك وممكن تغير حياتك حرفيا. هنتكلم عن اداره الوقت، ودي من اهم المهارات اللي هتتعلمها في حياتك. هنتعلم ليه هي مهمه وازاي نطبقها وطريقه هتقدر تطبقها النهارده. هي هتنظم لك يومك وتعرفك انت رايح فين، وكمان هتخليك تبقى اللي بتستاهل وقتك وتستاهل انك تصرف وقتك فيها، والحاجات اللي لازم تتخلص منها دلوقتي خلينا نعرف طريقة إدارة الوقت. أول حاجة لازم تحدد أهم 3 أدوار بالنسبة لك، مثلا ابن وطالب وشخص مثلا. وكمان حدد أولوياتك، حدد هدف واضح ويكون قابل للتحقيق، ما يكونش مثلا حاجة انت ما تقدرش تحققها، لأن هدف واضح يساوي تركيز أوضح يساوي وقت مستغل. وكمان تعالى ندخل على مصفوفة ايزنهاور. مصفوفة ايزنهاور ده نظام من اقوى انظمة الوقت لحد دلوقتي. هتقسم وقتك ل4 اجزاء: عاجل مهم، غير عاجل مهم، وفي الغير عاجل مهم، لان ده اللي هيبقى فيه الكورسات وتطوير الذات والمذاكرة والدراسة وكل الحاجات اللي هتغير حياتك. لكن باقي الحاجات اللي هو زي العاجل مهم، اللي هو زي الامتحان، المدرسة، الشغل، ده برضو مهم خليك فيه برضو. لكن غير عاجل وغير مهم زي السوشيال ميديا، التيك توك، الرسائل، التليفون، الحاجات دي حاول تقلل فيها الوقت شوية. وكمان حاول تحط أهداف لكل دور انت حطيته في الأول، وحاول تحط معظم وقتك في الغير أهم الحاجات زي ما قلنا. وكمان معظم الناجحين بيحطوا معظم وقتهم في الغير عاجل مهم، ومعظم الناس بيحطوا برضه معظم وقتهم في الغير عاجل مهم غير مهم وفي العاجل مهم. خلينا نراجع بسرعة عشان تقدر تدير وقتك كويس. أول حاجة حدد أهم 3 أدوار عندك وحط لهم أهداف. تاني حاجة حدد أولوياتك وحط هدف واضح. تالت حاجة ايزنهاور، استخدم مصفوفة ايزنهاور. رابع حاجة قضي معظم وقتك في الغير عاجل مهم. بس كان كتاب 7 عادات للناس الأكثر فعالية وبعض مصادر جوجل، لو عايزين أقدر أحطهم وهتلاقيهم كلهم في الديسكريبشن. وبس كان معاكم يوسف من كافي دوز. ما تنساش خليك دايما صاحب عقلك.